اختلفت مع أصدقائي الدكاترة على موضوع بخص لعبتنا. تعالوا أحكي لكم عنه. أنا الكوتش هاد. الحقيقة هو ما له اختلاف، وإنما توضيح وجهات نظر مع أصدقائي الأطباء. اختلافنا ونقاشنا كان على موضوع الذاكرة العضلية. هن وجهة نظرهم طبعا صحيحة وسليمة 100%، أنه العضلة في إلها ذاكرة، وأنا إلي وجهة نظر تانية تختلف شوي على موضوع الذاكرة العضلية، لأنه نحن لعبتنا لعبة خاصة ونحن رياضيين خاصين، فتختلف رياضتنا عن باقي الرياضات كلها. حتى بالتحكيم والبطولات تبعنا نحن جماعة ما عنا نقاط ولا عنا مقياس. المعيار الأساسي بلعبتنا والتحكيم بالبطولات هو نظري للربح. وحتى الجينات تبعنا يلي هي خلقة رب العالمين هي اللي بتحدد مستوى البطل لأي درجة من الاحترافية. لهيك لكل العوامل السابقة اللي حكيناها نحن لعبتنا لعبة خاصة. فعودة لموضوعي أنا والأصدقاء الأطباء يلي هو موضوع الذاكرة العضلية، فعلا العضلة في إلها ذاكرة، ولكن شو بتختلف وجهة نظري عن وجهة نظر أصدقائي الأطباء؟ لما بتكون لاعب تنس مثلا فعضلتك في إلها ذاكرة برضه، فلما بتكون أنت قاطع التمرين وبترجع تتمرن فبيرجع ايدك وكوعك بياخدوا زاوية الضرب تبع المضرب تبعك، قصدي تكنيك الضرب. فلما انت بتكون قاطع التمرين وبترجع على تمرينك بلعبة التنس مثلا، فانت عقلك بيسترجع بسرعة زاوية وتكنيك كيف ايدك بتمسك المضرب وكيف بتضرب الطابة. نفس الشي لما عم تلعب باسكت بول مثلا، فلما تمسك الطابة وتزتها ففي وقت معين على السريع بترجع بتمسك الطابة وبتزتها. فلما تكون قاطع التمرين وبترجع تلعب باسكت بول، عقلك بيرجع بيستوعب هالأمور هي بسرعة أكتر من قبل. فيلي اختلفت فيها أنا بلعبتنا هي قاعدة الإهمال والاستعمال. في فرق كتير كبير أصدقائي ما بين الحجم العضلي وما بين تكنيك التمرين. يعني بمعنى آخر، لنفرض مثال، أنت في بصدرك حجم عضلي تقريبا 5 كيلوغرام، فأنت تركت اللعبة ورجعت أحجامك صغرت. لما ترجع لتمرينك أنت فأكيد في عندك ذاكرة عضلية، ولكن بشو رح تستجيب هالذاكرة هي؟ رح تستجيب بنمطية الحركة فقط. يعني كيف لعبت الصدر العالي، كيف لعبت الصدر الأسفل، كيف لعبت تمرين الفتح، عم نحكي فقط على تكنيك التمرين. فهاد فعلا يلي بتسترجعه الذاكرة العضلية بسرعة أكثر من قبل، ولكن ما رح تسترجع حجمك العضلي، لأن الذاكرة العضلية منا مسؤولة عن حجمك العضلي. فهاد هو الفرق أصدقائي يلي اختلفت فيه مع أصدقائي الأطباء، ولكن وجهتين النظر هنن سليمات وصحيحات. انت لما تكون عم تلعب فحجمك العضلي، حجمك الطبيعي سابقا كان رح يرجع مع مرور الوقت من مبدأ الإهمال والاستعمال. قديش انت عم تتمرن، قديش انت عم تاكل، أبدا ما قصدنا انه كيف عم تمسك الجهاز. فانت كلاعب رياضي ذاكرتك العضلية هي لأداء التمرين، لنمطية الحركة تبع التمرين. هذا يلي متوافق عليه أنا وأصدقائي الأطباء. أما وجهة نظري الأساسية بالموضوع أنه هو حجمك العضلي ما رح يرجع نتيجة الذاكرة العضلية، وإنما بيرجع نتيجة تمرينك، جهدك، أكلك، وسعراتك الحرارية. هذا كان كل شيء لليوم. استنوني الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومعلومة جديدة. للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم هي حساباتي على السوشيال ميديا. كنت معكم أنا الكوتش هاد.